حييك ما حييت، والله يرحم لك الكرش اللي حطاتك، انت مدرسه في النجاح، برافو ليك، عندك واحد الشخصيه اخي، يعني برافو ليك، سبحان الله. حاولوا يحاصروك وكتب لك النجاح. شنو الدروس اللي استخلصنا من الفيلم ديالك سعيد؟ اول ملاحظه لاحظتها هو انك اكدتي لي، على فكره حنا كنعرف المغاربه تيمشيو مع المظلوم ومع المحقور. كاين الفيلم فيه لمسه، انا تفرجت فيه لمسه فنيه، فيه اداء، فيه اخراج، فيه رغم امكاناته المتواضعه من حيث كيبان بانهما، ولكن اللي عطى نجاح اكثر للفيلم هو كيبان حتى المغاربه باغيين ينجحوه. المغاربه ما كيحسوا شي جهه ما كتستهدف شي واحد، فالمغاربه كيوقفوا مع الانسان. هذه خاصيه مغربيه، هذه رساله خصنا نلتقطوها، هو ان المغاربه صيفطوا واحد الرساله من خلالك، كيقولوا لبعض الجهات والمسؤولين في المغرب لا نريد تفاهه، المغاربه باغيين الجوده، المغاربه باغيين المعقول. يعني كل المحاولات ديال الالهاء وديال الاستلاب الثقافي وديال التسفيه كلها باءت بالفشل. وكان العنوان الابرز عبر هذا الفيلم هو انه لا يصح الا الصحيح. والله ما كاين غير الصح، كلشي كيطلع عليه النهار. تصور في عز المهرجان مراكش وكذا كيجي فيلم وكيسيطر من داخل اليوتيوب على كلشي. هنا المغاربه كيقولوا للعالم راه حنا بغينا المعقول. حاجه اخرى في الفيلم ديالك، واعتقد هي السبب اللي خلاتهم يحاصروك، اعتقد في واحد الرساله رائعه، هو انه مشكل راه فينا ماشي في السلطه. راه حنا نهضروا على حقوقنا، نفرضوا ايقاعنا. راه المشكل ديال المغاربه علاش عشنا هو اننا تراجعنا، ولات الحلول الفرديه بدل الحلول الجماعيه. الفيلم فيه هذه الرساله الجميله، هو انه يعيد الهمم، يستعيد الهمم ويعيد الثقه ديال الناس، وهذه اللي ما حاملناش بعض الناس. هذه العمليه ديال الشعب على انه ممكن تكون عنده كلمه، هذه هي الرساله المهمه في الفيلم، الرساله الجميله. الى جانب كيفاش نقل، وماشي غير نقل، شي نقل ديال الفيلم والواقع المغربي ماشي هذا هو الرساله اللي كينوصل الفيلم، ان قادر الناس يفرضوا الايقاع ديالهم ويفرضوا. فتحيه لك سعيد، واحييك عاليا على دماثه خلقك وعلى نقاء فكرك وعلى صفاء يعني القلب ديالك، وانت مغربي، واحييك عاليا، واحيي المغاربه عاليا اللي احتضنوا هذا المنتوج الفني.